عاوز كافيه ومطعم على بحر ويكون الجو هوا وجميل، ومش بس كده، ده كمان زرع وخضرة ورملة حواليك من كل اتجاه، وكمان مكان يكون شيك ينفع لجميع أنواع الخروجات. ومش بس كده، ده وسط حدائق المنتزه اللي كلنا بنعشقها وبنحبها ولينا ذكريات كتيرة فيها. يبقى الفيديو ده علشانك. كافيه ومطعم اسمه زانيلس موجود جنب فندق هيلنان فلسطين في المنتزه. لا ومش بس كده، ده في كمان مكان مرتبط بزانيلس اسمه منتزه ووتر سبورتس. ده عبارة عن مكان بنقدر نأجر منه جيت سكي ويخت ومراكب وحاجات زي كده، نقدر نعمل بيها جميع أنواع الأنشطة الرياضية وبنانا بقى والكلام ده كله اللي الناس بتحب تأجرها. طبعا زي ما انتم شايفين بقى المكان ده يعني عبارة عن زي درجتين، درجة كده بتبقى عالية شوية اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، ودرجة تانية بتبقى لتحت بقى، دي اللي هي اكتر مكان بيعمل لي اوفر فيو او بيبقى كاشف البحر ككل، وبيبقى كاشف بقى المنتزه وكوبري المنتزه والكلام ده كله. يا جماعة المكان ده يعتبر من افخم الاماكن اللي موجودة في المنتزه، وتنفع لجميع انواع الخروجات بقى، خروجات صحاب، خروجات حبايب، خروجات عائلية، كل الكلام ده بينفع في المكان الجميل ده. زي ما انتم شايفين بقى كده بيبين العبق التاريخي بتاع المنتزه وجمالها والعبق التراثي بتاعها، وبيوريني فندق هيلنان فلسطين المنتزه الرائع الجميل. بنبقى قاعدين اكننا بالظبط قاعدين في البلاج بتاعه، بتبقى حاجة جميلة جدا بصراحة يا جماعة، والمنظر بيبقى حلو قوي. ومش محتاجة بقى اقول لكم عن الخدمة والمعاملة وكل الكلام ده، وطبعا بتبقى شايف كل اليخوت بقى والمراكب اللي احنا اتفقنا ان هي بتتأجر، وكمان بقى بيبقى فيه تأمين من حرس السواحل وحرس الحدود والكلام ده كله بيبقى موجودين هناك. فبصراحة مكان كامل متكامل رايق جدا لأي حد حابب ان هو يقعد في مكان كلاسي كده ويكون فانسي ويكون جميل، ويحس كده بالمنتزه الجميلة من غير بقى الحاجات اللي هي السريعة الحديثة اللي زهقنا منها. وده كده جانب من الأكل اللي هو موجود في المطعم، حاجات جميلة كلها يا جماعة، وأطباق متعددة وبأسعار يعني هي لا تعتبر غالية ولا رخيصة. وطبعا أي سؤال في الكومنتس تكتبوه أنا طبعا هرد عليه. زي ما انتم شايفين بقى الناس كده بتأجر بقى اليخوت والمراكب، وممكن تأجروا بنانا وتأجروا بدال والكلام ده كله، الحاجات اللي انتم بتحبوها دي كلها. فبصراحة المكان متعدد وجميل جدا ومن ضمن الأماكن المحببة لقلبي، فأنصحكم بالزيارة بتاعة المكان ده. وطبعا احنا فضلنا قاعدين لغاية ما الجو ليل علينا، تبدأوا بقى تشوفوا الأنوار بتاعة فندق فلسطين وأنوار المنتزه وأنوار بقى كوبري المنتزه والكلام ده كله. وعاملين طبعا زي حاجز كده شفاف كده بلاستيكي برضو علشان لو الجو مثلا برد او الجو بقى هوا، فواخدين برضو احتياطاتهم كويس جدا. وده شكل بتاع كوبري المنتزه وهو منور بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. وده برضو اللي هو الميدان بتاع الساعة اللي موجود في المنتزه. بعد ما خلصنا القعدة في الكافيه والمطعم وبكده يكون خلصت جولتنا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا كومنت وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم فيديوهات تانية كتير. باي باي.